بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدين القناة، ننقل لكم تحليل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري. ده اللقاء الأول بين الأهلي وسيراميكا، والمتأهل أو الفايز في المباراة بيتأهل للعب النهائي. النادي الأهلي بدأ بتشكيلة فيها كثافة هجومية، وجود أحمد سيد زيزو في الجبهة اليمين وتريزيجيه في الجبهة اليسار، مع وجود أشرف بن شرقي وجريديشار في الأمام، مع وجود أليو ديانج ومروان عطية في محور الدفاعي، ومساكين ياسر إبراهيم وياسين مرعي، ويمة اليمين محمد هاني، ويمة الشمال أحمد كوكا. وده كان واضح جدا من أداء النادي الأهلي. النادي الأهلي حاول يستغل الناحية اليمين في وجود محمد هاني، اللي هو بيتميز بعرضياته حاليا الجيدة، مع مساندة من أحمد سيد زيزو المستمرة لمحمد هاني، مع تواجد عدد كبير جدا داخل منطقة ال 18. ياسين مرعي بيتقدم، زي ما انتم شايفين كده. ياسر ابراهيم بيستلم الكرة جوه ال 18. مفيش اي تحفظ دفاعي للنادي الاهلي في وجود ياسر ابراهيم وياسين مرعي، اللي هم المفترض قلبين دفاع. واللي شايفين دلوقتي قدامنا ان ياسر ابراهيم هو اللي بيشوط الكوره اللي بترد اليو ديانج. اليو ديانج على حدود ال 18، اللي بيباصي الكوره لتريزيجيه، اللي بيحاول ان هو جريديشار، وبعد كده تريزيجيه اللي هو بيحاول يلعب الكرة بالعرض امام اشرف بن شرقي، اللي بتعدي بسهولة خالص وما بيقدرش يحرز منها هدف. قلنا تريزيجيه كان مميز في هذه المباراة، بيحاول ان هو يخترق من يمة الشمال بشكل كبير، وبيحاول احمد سيد زيزو انه يتنقل ما بين الشمال واليمين. مرة يبقى موجود يمة الشمال وبيساند تريزيجيه في هجمة، ومرة بيكون موجود يمة اليمين وبيحاول يدعم محمد هاني. فاحمد سيد زيزو انا اعتقد ان هو كان بيمثل جوكر للنادي الاهلي في هذه المباراة. تريزيجيه كان عنده فعالية هجومية كبيرة جدا، وكان بيحاول يخترق دفاعات فريق سيراميكا من يمة الشمال، وفعلا نجح اكتر من مرة تريزيجيه ان هو يخترق الدفاعات بمجهود فردي واضح جدا. اذا تريزيجيه بيلعب بمجهود فردي زي ما انتم شايفين، واستطاع انه يستخلص الكورة من مدافع فريق سيراميكا، وبيخش جوه ال 18 والكرة بتخدمه، وبيشكل خطورة كبيرة جدا على فريق سيراميكا. وبيستطيع تريزيجيه انه يعدي من المدافعين بكوره نقدر نقول انها خدمته، وبيصوب تصويبه خطيره جدا. بيستطيع محمد بسام ان ينقذ هدف اول للنادي الاهلي، وده بسبب فرديه تريزيجيه واعتماد تريزيجيه على نفسه في الهجمه السريعه. يبقى اذا تريزيجيه كان بيعتمد على نفسه بشكل كبير جدا ومهارته الفرديه. اليو ديانج برضه من كوره برؤيه كويسه جدا، بيلعب الكوره لاحمد سيد زيزو اللي بيبقى مع مدافع، وتقريبا متفق مع تريزيجيه ان هو هيلعب له الكوره بشكل عرضي، وتريزيجيه فعلا بيقطع مع وجود جريديشار اللي هو طول المباراه بره الموضوع خالص، بصرف النظر عن ان هو احرز هدف. وبتتلعب الكره العرضيه وبيخش تريزيجيه، اللي المفترض جردشار هو اللي يكون موجود وهو اللي يطلع في الكره العاليه اللي زي كده، لكن جردشار لا بيطلع في الكره العاليه ولا بينط ولا بيعمل اي حاجه، وبيطلع محمود تريزيجيه ويلعب الكره بدماغه على شمال حارس المرمى محمد بسام، وبيسجل الهدف الاول. من خلال الهدف ده نقدر نقول والله ان تريزيجيه يصلح انه يكون هو راس حربة النادي الاهلي في ظل عدم وجود راس حربة صريح. فالافضل الاعتماد على تريزيجيه كراس حربة طالما في بديل ليه يمة الشمال اللي هو اشرف بن شرقي، واحمد سيد زيزو يبقى يمة اليمين، وتبقى التشكيله واضحه بشكل كده. والافضل عدم مشاركه جريديشار. جريديشار بيوصل لداخل ال 18 زي ما انتم شايفين، وما عندوش ثقه في نفسه انه يلف الكره في الزاويه البعيده كراس حربه، لان هو ما عندوش مهارات راس الحربه ان هو يسجل هدف. وبيرجع الكره لاشرف بن شرقي اللي هو بتجيله على رجليه اليمين، وبيحاول يعدلها وعاوز يصوبها على بالشمال، وفعلا بيصوبها، بس بيصوبها تصويبه ضعيفه جدا في ايد محمد بسام.
يبقى النادي الاهلي في تشكيلته واعتماده على جردشار، واعتماده على احمد سيد زيزو، واعتماده على تريزيجيه، انا شايف واشرف بن شرقي ان هو ما فيش اي التزام بخطه نقدر نتكلم فيها نقول والله ان الفريق بيلعب بخطه. بالعكس انا شايف ان النادي الاهلي بيعتمد على الفرديات واندفاع جميع الفريق للامام، مما تسبب من خطأ فادح جدا لدفاع النادي الاهلي. بيترك مروان عثمان اللي بيجيله تمريرة من وسط الملعب، بيجد نفسه منفرد تماما بمحمد الشناوي، وبيلعب الكرة من فوق محمد الشناوي بكل سهولة في غياب ياسين مرعي اللي المفترض ان هو بيأمن مع ياسر ابراهيم. لا ياسر ابراهيم قدر يلحق مروان عثمان، ولا محمد هاني عامل تغطية في ظل غياب ياسين مرعي في وسط الملعب. يعني لا محمد هاني قدر ان هو يضغط على مروان عثمان، ولا قدر ياسر ابراهيم ان هو يعمل التغطيه الدفاعيه بالشكل الجيد، وبالتالي مروان عثمان يسجل الهدف الاول لفريق سيراميكا كليوباترا، ويتعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقه تقريبا 42 مع النادي الاهلي بهدف احرزه مروان عثمان اللي استغل الخطأ الدفاعي ولعبها بمهارة من فوق محمد الشناوي، وبيسجل الهدف الاول لفريق سيراميكا كليوباترا. انا زي ما قلت لكم كده النادي الاهلي بيلعب باندفاع هجومي زيادة عن اللزوم. فريق سيراميكا بيحاول يستغل كرة تانية في الدقيقة 42 او في الدقيقة 43 وبيضغط، والكرة بتيجي لمروان عثمان اللي بيلعبها لمحمد صادق. محمد صادق اللي بيحاول يلفها بالعرض لكريم ندفد. كريم ندفد اسلام قدامه اسلام اللي بياخد الكورة وبيلف وبيلعب كورة فوق العارضة برعونة، وكان ممكن فريق نادي سيراميكا عن طريق اسلام ان هو يسجل الهدف الثاني. وبيستغرب الجمهور، والجمهور بيمسك دماغه زي ما انتم شايفين كده، مفيش اي تسلل على اللاعب، وكانت الهدف كان هيبقى صحيح لو اسلام عيسى قدر ان هو يصوب الكرة بشكل كويس. بدأنا الشوط الثاني النادي الاهلي بيلعب بنفس الطريقة برضو العشوائية في ظل تواجد احمد سيد زيزو مع تريزيجيه، مع الاثنين موجودين في نفس المنطقة، لكن دفاعات في ظل غياب دفاعات فريق سيراميكا كليوباترا ما قدروش يعملوا تغطية دفاعية جيدة في وجود اتنين بس، اشرف بن شرقي وجريديشار. اشرف بن شرقي بينزلها لجريديشار بيلمسها برجليه بالتعدي من محمد بسام، ويتم احراز الهدف الثاني للنادي الاهلي. اذا النادي الاهلي بيتقدم بهدفين مقابل هدف واحد في الشوط الثاني في الدقيقه 52 في ظل خطأ دفاعي فادح لمدافعين فريق سيراميكا. زي ما انت شايف كده 3 مدافعين واقفين مع 2 جريديشار، وفي اقصى اليمين اشرف بن شرقي بينط عالي فوق محمد صادق اللي بص ارتفاع اشرف بن شرقي ناطط اكتر من متر فوق الارض، والمدافع واقف معاه بكل رعونه. بيخش جريديشار بيخطفها برجليه اليمين من قدام محمد بسام، والنتيجه بتتحول ل 2-1 لصالح النادي الاهلي. وبيظل اداء النادي الاهلي بيحاول يس دروب ان هو يغير اداء النادي الاهلي شويه ويدفع بمجموعه من اللاعبين على راسهم احمد عبد القادر. شوفوا جريديشار جات له كوره برضو من اشرف بن شرقي سهله جدا جوه ال6 ياردة، يحط وش رجله فيها او بطن رجله فيها ويحرزها هدف، لكن للاسف ما بيستقبلها يعني باستهتار او عدم دقه او عدم مهاره او عدم وجود وعي كروي، والكرة بتضيع بكل سهولة. وبينزل بقى مجموعة اللاعبين بيحاول دروب في اخر في الدقيقة 80 تقريبا ان هو يعمل تغييرات. الكرة برضو جت لفخر لقاي في الدقيقة 74 بينفرد تماما بمحمد الشناوي في ظل الغفلة الدفاعية والغياب الدفاعي لياسر ابراهيم وياسين مرعي، وبينقذها محمد الشناوي من انفراد وهدف محقق عن طريق فخر اللقاء. وتصويبة اخرى برضو من لاعبي فريق سيراميكا، لكن تطلع على شمال حارس المرمى محمد الشناوي. بينزل محمد بن رمضان وبيلعب كرة عرضية لأحمد عبد القادر برضو البديل، وأحمد عبد القادر بيطلع في الكرة وهو مغمض،
وما بيكونش شايف الكرة كويس وبيلعبها بظهر دماغه، بتطلع بره بكل بساطة وهو مش مغمض زي ما انتم شايفين كده. فبرضو احمد عبد القادر ما قدرش ان هو يقدر يحرز هدف سهل جدا للنادي الاهلي. محمد بن رمضان خد مكان تريزيجيه وحاول يعمل الكرة العرضية، وفعلا بيتمكن محمد بن رمضان انه يخش داخل ال 18، برغم ان احمد عبد القادر كان واقف قدامه وكان يقدر يبصيله بكل سهوله، كنا ممكن نشوف احمد عبد القادر في هدف. لكن محمد بن رمضان بيصوب الكوره برعونه وبتطلع الكوره خارج المرمى، وكان المفروض يبصيها لمحمد عبد القادر، لكن ما بصش على زميله محمد عبد القادر، وده خطأ كبير جدا من محمد بن رمضان. احمد عبد القادر بيكرر خطأ محمد بن رمضان مرة تانية، وبينفرد احمد عبد القادر وبيعدي مدافع فريق سيراميكا، وبيجد نفسه وجها لوجه امام محمد بسام. والمفروض احمد عبد القادر يبص على يمينه في طاهر محمد طاهر، لكن بيحاول يعدي من مدافع فريق سيراميكا وبيقطعها منه وبياخد منه الكوره. بتيجي الكوره في اخر المباراه تصويبه من لاعبي نادي سيراميكا، بتخبط في ايد احمد كوكا داخل ال 18، واحمد كوكا بيكون رافع ايديه داخل ال 18، والمفروض الحكم كان يحسبها ضربة جزاء لصالح فريق سيراميكا، وهي ضربة جزاء المفترض انها صحيحة، لان احمد كوكا كان رافع ايده وخارجه خارج جسمه، وفعلا بيضرب الكرة بايديه، والمفروض محمود البنا كان حسب ضربة جزاء لفريق سيراميكا، لكن ما بي الفار بص على الفار وما حسبهاش ضربة جزاء، وده كان خطأ. بتيجي كرة تانية في نهاية المباراة، طاهر محمد طاهر العكس بقى، بدل احمد عبد القادر وطاهر، لا طاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر، اللي طاهر بيخش وبيبصيها لاحمد عبد القادر اللي منفرد تماما بمحمد بسام، لكن ما يقدرش يحرز هدف. ودي مشكلة احمد عبد القادر، انه ما قدرش يثبت وجوده في هذه المباراة، واخطأ خطأ كبير جدا، وبيصدها محمد بسام، وبتضيع الكورة اللي هي كانت هتعدل النتيجة ل 3-1. واحمد ومحمود البنا بيصفر بانتهاء المباراة، ويتحمل خطأ فادح بعدم احتساب ضربة جزاء لفريق سيراميكا كليوباترا، وهي دي الخطأ الكبير اللي عمله محمود البنا، اللي النقاد الرياضيين وكل الناس هتتكلم عليه. ولولا ان محمود البنا ما حسبش ضربة جزاء لفريق سيراميكا، كان ممكن النتيجة تنتهي بالتعادل 2-2، وكنا شفنا ضربات جزاء بين الاهلي وسيراميكا. وبنشكركم ايها الاخوة المواطنون على التحليل الرياضي لهذه المباراة، وننتظركم ان شاء الله في تحليل مباريات اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.